بحب واحد وهو في شارعنا. اه وبعدين هو ما كنتش اعرف ان هو بيحبني ولا لا. اه ولما جه في فرح اخته جه اعترف لي بحبه. وانت كنت مخطوبه ساعتها؟ وانا مخطوبه. فانا يبقى كده حرام عليا ان انا بكلمه على خطيبي وانت ولا بتكلميه؟ ايه؟ يا استني بس يا غاده، يعني انت بتكلميه ولا هو اتقال لك فانت مشيتي وخلاص، ولا في كلام متواصل دلوقتي؟ لا هو كلمني وكده، يعني خلاني واقفه وكده، قام كلمني وقال لي على فكره انا بحبك وكذا كذا كذا، يعني ما كلمتوش في التليفون. كلمته عادي. ودلوقتي اخواته وما فيش اي حاجه. ودلوقتي ودلوقتي بيقول لي حرام عليا لو انا خدتك من خطيبك. طيب بس انا مش عارفه اعمل ايه، يعني اطنش له ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا عايزه اعرف بس، قال لك كلمه انا حرام عليا خدتك من خطيبك دي بعتها لك يعني على الواتس ولا في نفس الوقفه ولا ايه؟ لا بعتها لي على الواتس. شكرا. بيقول لي اسمعيني. حاضر يا غاده، اسمعيني عشان احنا معانا وقت قليل. طبعا لا خطبه على خطبه، وده انسان غير مؤتمن وماهوش راجل، وما ينفعش اصلا انك انت تستأمني نفسك عليه. ليه؟ عمل حاجتين: افسد علاقتك بخطيبك، خليه يشوفه انسان مش كويس، ده كده انت شايفاه بيتلككي، مع ان كان ممكن تتفاهموا. على فكره كيمياء الجسم والتفاعلات اللي بتحصل في القلب وفي العقل بتبان على الجوارح وبتبان على البادي لانجوج بتاعتنا، فممكن يكون خد باله. ده رقم واحد. رقم اتنين، ليه انسان مش مؤتمن، ولا انصحك ابدا انك انت تعمليه. واكلمك في الفرح وقال لك ده راجل؟ لا، لو راجل كان دخل البيت وقال لهم كذا كذا، عارف ان في خطوبه، يبقى انا عندي امر شرعي لا خطبه على خطبه اخيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش. ما كانت قدامك بتحبها، ما كانت قدامك وبتقول لها هي ليه ما رحتش انت قبليها ليه واستبقت الخطوه دام بتحبها وتروح للراجل اللي في البيت ابوها وكذا؟ جاي من الشباك ليه؟ ده جاي من فوق السطح، مش من حتى من الشباك. وبعدين افسد علاقته لما اتعلقتي بيه وكلمتيه وبعت لك على، عشان كده انا دايما يعني اخليكم صراحه معايا. لما بعت لك وكلمت لك كلمت لي لا ده كانت الكلام قدام الناس وكانه بيتكلم عادي. طب بعته بقى في كلام على الواتس وفي اتصالات وفي يا ست مش اتصالات، رسائل، وخد رقمك وبقى يكلمك، افسد قلبك على خطيبك. وبعدين يقول لك ايه؟ اسمعي بقى يا كل بنت من فضلك اسمعي اللي بقوله لك دوت، ويا غاده من فضلك اسمعي اللي بقوله لك دوت. بيقول لك ايه؟ بص الكلمه دي عشان تفهموا. انا يبقى حرام عليا لو خدتك من خطيبك، وما كانش حرام عليك ان انت بتقول لها انت عارفه ده معناه ايه؟ سلام يا صاحبه، سلام يا حبيبتي، سلام والقلب داعي لك مع الف سلامه. هو بس كده وكلام وحواديت ويثبت نفسه انه راجل وكلام وخلاص. لكن هو عايز امر جد، لا حتى لو كان امر جد الطريق اللي خده غلط ويتحاسب على الكلام ده. اديني 30 ثانيه ويتحاسب على الكلام ده، يتحاسب على الكلام ده. انت بقى تعالي لي دلوقتي، انت سمحتي ان هو كده واستجبتي وملتي ومال قلبك له. وهو حرام ان هو كده، وكان حرام من الاول. الانسان ده شخصيه غير مؤتمنه، ومن فضلك اقطعي علاقه معاه وما تكلموش واستغفري ربنا سبحانه وتعالى وقولي يا رب يعني حببني في خطيبه، خليني اشوف الطيب والصالح فيه، علشان يا بنتي اللي بيخون من ورا الظهر كده ما بيبقاش كويس. ربنا بيستر مره واثنين وبعدين بتبقى فضيحه، بتبقى كارثه من الكوارث. ويتقال ده فلانه كلمت واحد على خطيبها، خلاص سمعه انتهينا خلاص.